السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ونلقاكم الفيديو في اتم الصحه ان شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم جبت لكم الكريمه السائله بابسط واسهل الطرق بطريقه بزاف رائعه وبزوج مكونات متواجدين في كل بيت. نتمنى تكملوا الوصفه للاخير وهكذا تتعرفوا على الطريقه البسيطه والسهله بدون مواد حافظه وبطريقه رائعه والنتيجه ناجحه مضمونه مليون في المية. نتمنى تشاهدوا الفيديو للاخير هكذا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير ونبداو على بركه الله. هنا شوفوا تستعملوا البلندر ميكسر اللي عندكم في الدار ليسونسيال خلاط. في الخلاط انا راح ندير كاس من الحليب. سعه الكاس هو 220 مليلتر، راح تجينا حوالي 500 مليلتر من الكريمه السائله. راح نضيف عليه كاس ونصف من الزيت، يعني كاس حليب يقابل كاس ونصف من الزيت النباتي، يعني الزيت اللي مالفين نطيبوه بها. راح نملح الخليط تاعنا، اكيد هنا ضروري نملحوا الخليط باش يمد لنا ذوق يكون بنين. وهنايا حوالي ملعقه صغيره من الملح. راح نخلط جيدا في المرحله الاولى، يعني ما نسرعوش جيدا الخلاط تاعنا. بعد ما تخلط لي راح نضيف عليه كميه من الجبن، الكميه ما تكونش كبيره يعني باش نمدوا له نكهه تشبه لاكريم فريش، يعني الكريمه السائله. انا استعملت تشيزي لانه الذوق تاعو بزاف بنين. شوفوا الكميه اللي درت قليله جدا يعني باش ننكهو فقط. راح نديرو في الخلاط ونكمل نخلطو جيدا في اعلى سرعه، يعني حتى نحس باللي الخليط تاعي تخلط جيدا ولا كريمي، يعني نحسو حتى القوام تاعو يكون ثقيل شويه كما راكو راه واضح في الفيديو. هي بعد ما نشوفها ثقلت خلاص الكريمه راهي واجده معنا كيما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعها راه ثقيل وبزاف بزاف هايل يا البنات. حتى الذوق تاعو يعني صراحه هي ليس 100% من كريمه سائله مثل المحلات كما تعرفوا راه فيها بزاف اضافات، خاصه المواد الحافظه فيها تغيير للذوق. وهنايا خدمناها طبيعيه وبكميه وفيره تشدك. هنا كي تحبوا ديروا كريمه سائله مدة الحفاظ تاعها في الثلاجة أسبوع فقط، يعني ما تزيدوش فوق أسبوع لأنه ديجا كريمة سائلة اللي تنباع في المحلات كي نشروها كي نفتحوها يعني بعد مدة تخسر فينا، يعني ما تفوتش 3 أيام نحسوا باللي تختلف الرائحة تاعها. وهذه راهي طبيعية يعني بدون مواد حافظة على الأقل أسبوع، يعني كمية تاعها ديروا كميات قليلة هكذا باش ما تخسركمش وتضيع معاكم. راح نوري لكم كاس تاع الحليب شحال من كميه تجينا. هنايا راح قيست لكم بهذا الطاس هذا اللي فيه مليلتر، وهنا خرجت لي 500 مليلتر، يعني كاس حليب وكاس ونص زيت خرجوا لي 500 مليلتر من كريمه السائله. تستعملوها للمملحات للقراطه، وكاين حتى اللي يستعملوها في البيتزا، يعني كيما الكريمه السائله كاين بزاف اطباق رانا نستعملوها خاصه مع اقتراب رمضان. الثمن تاعها غالي، حاولوا ديروها في الدار بطريقه طبيعيه وبكميه وفيره. ان شاء الله راح نجرب معكم وصفات بهذه الكريمه باش تعرفوا اسكو ناجحه ولا لا. يعني لازم تكون مصداقيه في الوصفه هكذا باش تكون النتيجه ناجحه ومضمونه. نتمنى تجربوها ومشاهده ممتعه للفيديو. ما تنساوش تدعموا قناتي الجديده هكذا باش تزيدوا تحفزوني اكثر ونقدم لكم كل ما هو جديد بطريقه سهله وبسيطه وحتى ممتعه. نتمنى تخلوا لي جيم وتعليق شباب. مشاهده ممتعه.